فاللهم يا رب وسع علينا في أرزاقنا، وأعطنا حاجاتنا التي في صدورنا ولا يعلمها إلا أنت، ولا تتوفانا يا مولانا إلا وأنت راض عنا. يا صباح الهنا والسعادة، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم متهنين وفرحانين حبايبي واخواتي واصدقائي. النهاردة عندي روتين في أوضة الأولاد. تعالوا أوريكم النهاردة عملت إيه فيه. هاتوا تعالوا رولتك يا أم هنا، وهاتي جردل البوهية بتاعك، ويلا نبيض يا حبايبي. عندي نص جردل من البوهية، وطبعا الرولة بتاعتي والشغل بتاعي عشان أنا يعني بحب أعمل الحاجة زي ما بقول لكم، على طول بعمل حاجة بإيدي. جبت الجردل البوية بتاعي، كان في نصه حبيت في حتت كده الولاد الصغيرين مبجعيني من الكتوبة يعني والجلامي، حبيت أبيضها عشان أنا كده كده أوضة الولاد مبيضها أبيض. فأنا حبيت النهاردة برضو أعيد على الحتت. بص الحتت دي كلها كانت كلها كتوبة وحاجات كده وشخابيط، عشان الأوضة دي اللي احنا بنقعد فيها. فأنا حبيت أوريكم كده لمسة بسيطة كده منيها. هي الأوضة اللي كان روتين النهاردة فيها وفرشتها. أنا يا حبايبي بديكم خلفية وبديكم لمحة من حياتي ومن عيشتي ومن بيتي. أوضة ولادي بوريكم يعني الحاجات اللي نحنا كل ست بيت نقدر نعملها بإيدنا، نقدر نعملها بدل ما أنا أبيض الأوضة كلها. وعايزين مثلا الحتة دي فيها كتوبة ولا حاجة، لا احنا نقدر نغيرها بحاجة بسيطة. وبص الأوضة نورت ما شاء الله عليها، الله أكبر، نورت وبقت حلوة ونظيفة. يعني أنا معنى كلامي إن نقدر نعمل الحاجة البسيطة بإيدينا، الحاجة نقدر نعملها وما نكلفش نفسنا ونخلوا برضو بيتنا نظيف وحلو. تعالوا يلا بينا على غدانا يا غالين. الأول أمنتك أمانة تحط اللايك والاشتراك لأختك حبيبتك أم هنا. جبت طبعا كان عندنا كل سنة وانتم طيبين، عارفين ايام عيد اليومين دول، واحنا دلوقتي عايزين نعمل تشكيلة يعني اللحوم بس بنغير. النهاردة انا مش عامله لكم فتة، انا عامله لكم لحمة بالبصل. طبعا انت هتجيبي كيلو لحمة معاه كيلو بصل، بس اللحمة دي كان كيلو ونص بصراحة. حطيت عليها كيلو من البصل طلع قليل، يعني انا المفروض كنت حطيت كيلو بصل كيلو لحمة، اتنين كيلو ونص لحمة، كيلو ونص بصل، لا انا حطيت كيلو بس بصل. طبعا انت تفضل تسبكيها وتدعكي فيها زي ما المنظر اللي انت شفتوه. وانا اللحمه كنت عطيها سلقه وحطيتها بعد كده استوت في اللحمه بتاعتها، تاخد تدي بشكل ودي تاخد تدي بشكل ودي. حطيت لها ايه يا ام هنا؟ ورق لورو، جوز الطيب، حبهان بس، وملح. وطبعا الفلفل السبايسي ده اختياري مش اجباري، يعني انا بحب بصراحه في اي اكل معاه. وده كان عشانه فلفل مقلي وبتنجان، وكان مخلل ومكرونه، وكان عندي في التلاجة ملوخيه، وكان صينيه بطاطس برضو. بس انا الوجبه بتاعتي الاساسيه انه اللحمه بالبصل كانت تحفه وجميله. وانا كمان سبكت البصل اصلا بالدهنه بتاعتها،